يا صباح الورد وصباح الفل وصباح النشاط وصباح كل حاجة حلوة في الدنيا. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ قومي كده اتنشطي وشوفي وراكي ايه، اعمل ايه. قومي شوفي بيتك محتاج ايه، وانتي مكسلة تعملي ايه. استعيذي بالله كده وقومي، وان شاء الله هتقضى من عند ربنا. إيه، لو اول مرة تشوفي القناة من خلال الفيديو ده ما تنسيش تشتركي فيها وما تنسيش تحطي لي لايك. تمام. وعايزه كومنتك كده الحلو الجميل، سواء بسلبي سواء بايجابي. انا عايزه كومنت منك كده وتقولي بتتابعيني منين او انت من انهي بلد. قمت كده توكلت على الله، لان كان عندي شويه شغل محترمين في الشقه، واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. وقمت قلت وتوكلت عليك يا رب. قمت فطرت ولادي وغسلت كمان المواعين بتاعه الفطار. وعايزه اقول لكم اليوم ده بادئ بدري جدا، حتى الغدا مطبوخ بدري، لان انا طول ما انا واقفه انا شغاله. ساعه ما بقعد خلاص، لان انا عندي ظروف صحيه وما اقدرش اقف كتير، وانا بضغط على نفسي عشان اعمل شغل البيت، فبحط كله جنب بعضه عشان لما بقعد ما بقدرش اقوم تاني، فاهميني؟ فانا ولعت على الاكل كله جنبي كده، كله جنبي وانا شغاله. اول حاجه كده فطرنا وطلبت منهم الاول يشتروا معايا السجاد قبل ما ينزلوا، لان انا ما اقدرش اشيله لوحدي، ويساعدوني يعني، اللي هيرفع معايا الكنبه اللي هيرفع معايا ترابيزه، ويتوكلوا على الله يروحوا مكان ما هم رايحين. تمام. انا بقى دخلت شغلت غسلتي ودخلت كمان ولعت على الاكل. فانت خليكي كده ست ايه، شاطره كده وواعيه. حتى لو انت تعبانه محدش هيعمل لك حاجه، مفيش حد بيعمل لحد حاجه النهارده. ممكن مامتك تكون تعبانه محتاجاكي انت تروحي تساعديها، ممكن اختك تكون مثلا عندها ظروف صحيه برضو. المهم قلت اصلي فرض ربنا الاول ما تكسلش عنه، لان انا تعبانه قوي يا بنات والله العظيم، ولو قعدت كده مش هصلي. فاستغفر الله العظيم يا رب، قلت لا اخد فرض ربنا الاول. وكمان مشغله غسالتي، انا كنت غاسله الليله اللي قبلها بالليل وعندي هدوم على الحبل، بس العيال كانت الليله اللي قبل دي كانوا بيلعبوا كوره وكده، وجم غيروا الهدوم اللي كانت عليهم اصلا. فقلت يلا حطيهم، والكوفرته دي لونها مغير، يلا خديها بالمره. تمام كده، تمام قوي. اعمل انا ايه بقى؟ ولعت على الاكل جنبي وقلت بسم الله توكلت عليك يا رب، ودخلت على الحاجه اللي عايزه تتعمل. الفرش الانتريه ده لما بيتغسل بيبقى تقيل جدا، مش بقدر له كله، فقسمت شغلي على الايام. تمام. عندك سجاده وسخه، عندك مشايه وسخه مكسله تقومي تشيليها، قومي قومي يلا الحقي اغسلي والحقي نضفي، الحقي قبل ما الشتا يدخل عليكي. ما انتش قادره وصحتك على قدها او تعبانه او كده، شوف حد يجي يساعدك. تمام. مش عيب ان حد يجي يساعدك طالما تعبانه، دي ارزاق يعني. الست اللي بتيجي تساعد حد في البيت ده رزقها برضو، ربنا كاتب لها ان ده رزق، عشان مثلا هتجيب منه حاجه محتاجاها، هتجيب منهم كتاب لابنها محتاجه. فمش عيب لو انت قادره ومقتدره انك تجيبي حد يساعدك، هاتي. ولو انت مقتدره ماديا ومش محتاجه حد يساعدك برضو، طلعي حاجه. لو تعرفي حد محتاج طلعي له في الايام الصعبه اللي احنا فيها، الايام الغاليه دي. تمام. انا مش بجيب معايا حد لان شقته صغيره جدا، ربنا يوسعها عليا وعليكم يا بنات يا رب، فمش محتاجه ان انا اجيب فيها حد. ب... اصلا بحس ان انا لو قلت لحد تعالى ساعدني فيقولوا ده الست دي بتدلع. الشقه صغيره مش محتاجه حد يساعدها. فمحدش عالم بحد ومحدش عالم ظروف حد، وياما الهدوم مدارية تحتها. فانت ساعدي نفسك بنفسك، مفيش حد بيساعد حد النهاردة ومحدش بيعذر حد. ولو حاجة متعبة نفسيتك، حد مزعلك حاجة كده، فوضي أمرك لله. قاعدة نفسيتك تعبانة من حاجة معينة، سيبها لله وقومي. أنا عارفة أصلا لما النفسية بتبقى تعبانة بتبقى الواحدة مش قادرة تعمل أي حاجة، حتى لو شايفة الدنيا فوق بعضها هي مش قادرة، هي فاقدة إن هي تقدر تقوم تعمل أي حاجة. هي مش قادرة أصلا تداوي نفسها، هي هيبقى هتقوم تعمل حاجة إزاي؟ فقومي قومي قومي استعيذي بالله كده وفوضي امرك لله، واللي مزعلك ارميه ورا ظهرك، وقومي توكلي على الله. وقومي كده قسمي الشغل زي كده، شغلي شويه قران جنبك هيهدوكي وهتبداي تشتغلي زي ما انت عايزه. الايام دي بقت صعبه ومش محتاجه اصلا الناس تتعب ولا الناس تزعل من بعضها ولا حاجات كتير يعني. البيوت فيها اللي كفيها، والغلا مخلي الناس ماشيه دايخه مش عارفه هتجيب ايه ولا هتعمل ايه، ودروس ومدارس ومصاريف، فالناس ماشيه دايخه من نفسها يعني. فيلا ربنا يتولانا كلنا برحمته،
وقومي كده. انا عن نفسي انا قمت عملت اللي انتوا هتشوفوه في الفيديو ده النهارده، وتاني يوم كملت اللي ورايا كله، والشقه بقت فل تمام. يعني انا اشتلت الكنبتين دول، اما الكرسيين دول كانوا اسيبهم لتاني يوم. المخدات دي يا بنات بتاعه الانتريه القديم، لان انا عاينه المخدات دي، المخدات بتاعه الانتريه الجديد انا عايناها لان ملهاش كفر، فالعيال هتبهدلها قوي. فقلت لا، هسيبهم لما اجي اعمل كفر جديد واعمل لهم كفر اطلعهم وابقى ارمي بقى دول. فاهميني؟ يعني هم دول الوقت العيال بيحطوهم فوق بعض كده، يمددوا يسندوا عليهم، يحطوا كراسه يكتبوا عليها حاجه كده يعني. فماشي حالهم خلاص، طالما ماشي حالهم معايا وما قالوش يا عيني خلاص هم ماشيين حالهم لحد كده ما ربنا يسهل واعمل فرش جديد للانتريه ده. اقوم عامله فرش للمخدات او للكوشن للحاجات دي يعني. فاهمين انتوا طبعا، عشان افضل محافظه على الانتريه يفضل نضيف. المهم قمت عملت اللي انا قلت لكم عليه دول، وتاني يوم بقى كملت. يعني انا هنا اشتلت السجاد واشتلت الكنبتين الكبار دول رضا قوي النهارده، مع الطبيخ مع الغسيل مع النشير، وخصوصا ان انا ما عنديش غساله اوتوماتيك، فطبعا كل حاجه بتبقى على ايدك انت، فده مجهود عليا النهارده، ده كده رضا قوي. اقوم انا بقى بكره اكمل. فاهميني؟ فانت قسمي برضو شغلك على قدك. ممكن انت تكون ظروفك الصحية احسن مني وتقدري تعملي كله في يوم واحد، ربنا يعينك تعملي. ممكن انت ظروفك الصحية اقل من ظروفي انا وتقدريش تعملي كل ده. ممكن تعملي كنبة واحدة اعملي. ما سيبك من كلام الناس اللي يقولك ده بتدلع، ده بتعمل، ده مش تعبانة. سيبك، محدش هينفعك. ما تجيش على نفسك وما تجيش على صحتك، والشغل ما بيخلص، وطول ما احنا قاعدين بنشتغل اعملي اللي انت قادرة عليه انت. تعبانه قسمي شغلك، قادره تعملي كله اعملي. محدش لا عندك حاجه، محدش هيجي يساعدك، ومفيش حد بيمسح دموع حد الا ايده. فخلي شغلك على قد طاقتك. لان لما بتقعي مش هتلاقي حد اصلا يسندك غير اهلك بس. مامتك، اختك. افرضي بقى ان انت ما عندكيش اخت بنت، افرضي لا قدر الله ان مامتك متوفيه، افرضي حاجات كتير، ساعتها مين هينفعك؟ ما فيش حد بينفع حد. النفع هو ربنا سبحانه وتعالى، وبعدها صحتك. يبقى انت قسمي شغلك على ايامك، وملكيش دعوه مين عملت مين ما عملتش. مشي بمبدأ بص قدامك، وملكيش علاقه باي حد. طالما ما بتعمليش حاجه غلط وما بتعمليش حاجه تزعل حد منك، وواثقه من نفسك، وشايفه شغل بيتك بما يرضي الله، خلاص ارمي كل حاجه بقى ورا ظهرك واعملي اللي انت قادره عليه. انا اللي قدرت اعمله النهارده عملته، واللي ما قدرتش اعمله خلاص ما عملتوش. المهم غسلت الغيارين بتوع العيال اللي انا قلت لكم عليهم في اول الفيديو كده، وحطيت برضو الكوفرته برضو معاهم، وكده كان دور وتفضينا منه خالص. وقمت جايه بقى مفضيه الميه وحاطه ميه نضيفه لفرش الانتريه. هياخدوا دورين اتنين لان هما كنبتين، يبقى الميه نضيفه، الحاجه ريحتها اريال. مش هحط اريال على ميه مش نضيفه واحط وازود الميه على ميه مش نضيفه واريال. لا، انا بصرف الميه كده، والحاجه تتغسل يبقى ريحتها نضيفه، ريحتها جميله كده. تحسي اصلا ان ريحه النظافه طالعه منها لما بتنضفي. زي ما انتوا شفتي كده، اديك خلاص معايا الصاله الكنبه اهو، وهيتنشر بقى ترابيزه الدنيا. عايزه اقول لكم ان انا مسحت الفريزر برضو، خدت المفرش اللي فوق. تعالوا هنا انا بوريكم السجاد ده. السجاد يا بنات كله بتاع الشقه. عايزه اقول لكم ان في منهم سجاده الكبيره الخضراء اللي انتوا شايفينها معايا في الفيديوهات كتير، دي راحت اتغسلت بره لاني ما قدرتش اغسلها، وده اللي فاضل عندي. انا هتسلى كده كل يوم اعمل مشايه طرقه بتاع ولا حاجه جنب شغلي في البيت. والسجاده الكبيره ديت نظيفه، هي مش وسخه، نظيفه، هي ما اتفرشتش اصلا الا كام يوم واتشالت لان الجو حار. بس انا مش هعرف اعينها كده، فانا سايباها. لو قدرت اغسلها هغسلها. شوف انا بقول لكم لو قدرت، ما قدرتش مش هعملها. ما هوديها لحد يغسلها، هتروح الحاجه غاليه مش مشكله. هعمل ايه يعني؟ السجاد بفلوس النهارده. انا ما غسلت السجاده التانية الخضراء، سمعت ارقام كده حلوه محترمه يعني. بس مش مشكله بقى، هنعمل ايه يعني؟ الواحد تعبان. لو ربنا اداني الصحه ان انا اقدر اغسلها هغسلها. فهمتوني؟ انا ماشيه بالمبدأ ده اليومين دول، اللي قادره اعمله بعمله، اللي مش قادره اعمله يبقى بكره. لان هو الشغل ما بيخلص، انت بتبقى لسه طالعه من المطبخ وغاسله مواعين، وبتدخلي المطبخ تلاقي مليان مواعين. الشغل ما بيخلص، انما صحتنا وعمرنا هما اللي بيخلصوا. زعلنا بيخلص من شبابنا ومن عمرنا ومن صحتنا.
فانت ما تبقيش من النوعيه اللي بتبقى زعلانه الحاجه ما اتعملتش وقاعده يعني مش قادره تعمليها، وفي نفس الوقت كمان زعلانه وتبقى زعل على زعل يتعبك عشان مش قادره تقومي تعملي. انا كنت كده الاول لحد ما قلت خلاص صحتي. المهم لميت كل الغسيل اللي كان على الحبل كده يا بنات. وطبعا هنا كنت انا مخلصه الاكله، طبخت لهم النهارده لحمه وسبانخ ورز. كده رضا قوي الحمد لله، ما عملتلهمش حاجه تانية النهارده اصلا. هو كده رضا قوي، ولا عصير ولا اي حاجه. وخدت بقى بقيه الهدوم كده نشرتها زي ما انتوا شايفين كده. وكمان فرش الانتريه اللي طلع اتغسل كده واتنشر. وعايزه اقول لكم كنت بجري عشان الكهرباء بتقطع. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، دمتم بخير دايما.